ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل كيك الموز المقلوبه. كيكه سهله جدا ولذيذه جدا وان شاء الله هتعجبكم قوي. ولو عجبتكم الكيك بتاعتي النهارده اعملوا لايك وشير واشتراك على صفحتي على فيسبوك وعلى قناتي الجديده على يوتيوب. ويلا نبدا. اولا محتاجين لموز حوالي نص كيلو، 4 أو 5 موزات. الكراميل اللي هنعمله كوبايه سكر واحده على نار وسط. هتفردي السكر بالشكل ده كده وما تقلبوهوش خالص إلا لما الحروف تبدأ تتكرمل ولونها يتغير. بالشكل ده كده هتبدأي تقلبي السكر. النار تكون وسط، لا عالية قوي ولا واطية خالص، وتقلبي باستمرار كده لحد السكر ما يدوب معاكي خالص وياخد لون عسلي فاتح. وهو فاتح شوية نزليه لأن السخونة بتاعة الطاسة بتزود السوى بتاع الكراميل، ولما السوى بتاعه بيزيد لونه بيبقى غامق مش حلو وبيبقى ممرر في الوصفة بتاعتنا. كده أخد لون حلو قوي. بتطلوا معلقة زبدة واحدة، والزبدة مهمة جدا. أولا بتدي ريحة حلوة قوي للكراميل وطعم لذيذ جدا. ثانيا بقى بتخليه ما يجمدش بسرعة لما تنزليه في الصينية، فتبدأي توزعيه في الصينية كويس براحتك. حطيت الكراميل ووزعته كده. بعد كده قطعت الموز زي ما بقولك 4 أو 5 موزات. هتقطعيهم شرايح كده، الشريحة ارتفاعها حوالي نص سنتي بالشكل ده. قطعت الموز الأول وبعدين بدأت أرصه في الصينية دواير كده بالشكل ده. الكيك بتاعنا النهاردة هنعمله في الدرق بتاع الخلاط. لو تحبي ان انت تعمليه بالمضرب الكهرباء مفيش مشكلة، يا الخلاط يا المضرب. خلصت بقى الموز كده بدأت أعمل الكيك. 3 بيضات تطلعيهم من التلاجة بدري علشان يبقوا بدرجة حرارة المطبخ. حطيتهم في الدرق وحطيت عليهم كيس الفانيليا، وبعدين كوباية زبادي واحدة الوزن بتاعها 180 جرام، ونص كوباية سكر، ونص كوباية سمنة على زيت أو زيت بس اللي يريحك. ضربتهم بقى كويس في درق الخلاط حوالي 3 4 دقايق، وبعدين أخدتهم في بولة بره وبدأت أضيف الإضافات الجافة اللي هي كوبايتين دقيق وباكو بيكنج باودر ورشة الملح كده. فاضل إضافة واحدة بس. هندوب بس الدقيق الأول في الحاجات السايلة بتاعتنا لحد الدقيق ما يدوب خالص، ما يبقاش فيه أي حاجة متكتلة. طبعا أهم حاجة إن انتي تنخلي الدقيق كويس. ندوبه بقى كده بالمضرب اليدوي لحد ما بقولك الدقيق يبقى مفيش أي حاجة فيه متكتلة خالص. وبعدين هنضيف آخر إضافة اللي هي ربع كوباية مية سخنة. حطيت المية وقلبتها برضو بالمضرب اليدوي كده. كده الكيك بتاعنا خلاص جاهز ان هو يتحط في الصينية. طبعا الفرن دلوقتي مسخناه على درجة حرارة 180. هنحط الكيك على الرف الوسطاني. حطيت بقى الكيك اهو، نزلته فوق الموز والكراميل. تفرديه بقى بالسباتولا كده الاول بالشكل ده، وبعدين اخبطي الصينية كده على الرخامة مرتين 3 كده عشان لو في اي فقاعات هواء تطلع بالشكل ده. حطيت بقى الصينية في صينية تانية أكبر، وضفت في الصينية الكبيرة مية سخنة بحيث إن ارتفاع المية يكون لحد نص ارتفاع صينية الكيك. وهندخله بقى على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 من 35 ل 40 دقيقة. هتطلع بالشكل ده. تختبريها كده بالعود الخشب ده، وبعدين هنقلبها وهي لسه دافية. يعني سيبيها تبرد شوية وبعدين تقدري تقلبيها بقى كده وهي دافية. حتى أنا قادرة أمسك الصينية اهي، مش سخنة يعني قوي. قلبتها بقى بالشكل ده. لذيذة جدا وحلوة قوي، وحلوة قوي وهي سخنة وحلوة وهي باردة. هتعجبك جدا. لون الكيك حلو جدا، هش ارتفاعه حلو. يعني فعلا هتظبط معاكي حتى لو أول مرة هتعمليها. أنا عاملة بقى سلسلة كيكات. طبعا الجو بدأ يتحسن شوية، وبقينا يعني ايه قادرين ان احنا نفتح الفرن بقى دلوقتي. فكل اسبوع هنزلك نوع كيك جديد. تابعيني بقى وشوفي الكيك اللي هنزله. وبألف هنا. شايفة بقى اللون بتاعها، شايفة ارتفاعها حلوة جدا. انا عايزة اقولك ان انا اول مرة اعملها وظبطت معايا جدا، يعني هتظبط معاكي ان شاء الله. ولو عجبتك الكيك بتاعتي بقى النهاردة اعملي لايك وشير، وما تنسيش تشتركي في القناة الجديدة بتاعتي على اليوتيوب. وبألف هنا وباي.